من الفرقه العاديه ممكن يفرطوا فيه ب 50 60 مليون. بس هو طبعا لو الميلان طبعا ارتباطه ببنت بيرلسكوني اقول لك ان ممكن ما يفرطوش في باطو. انما لو ميلان لو باطو مش مرتبط ببنت بيرلسكوني رئيس النادي او رئيس الوزراء في الوقت الحالي كان ممكن يبقى. وهي ليها كلمه في الميلان؟ مين؟ باربرا، اسمها باربرا. اه ليها كلمه في الميلان؟ ده رئيسة الميلان. لا باربرا هي كل شيء وكل شيء في الميلان. طبعا. طيب خلينا في موضوع. انا بكلمك على الاصابات اللي موجوده في الميلان طبعا تاثر عليها فرق العالم. طبعا بتتكلم على لعيبه اساسيين زي جاتوزو، بتتكلم على بوتينج، بتتكلم على مورينيو، زلاتان ابراهيموفيتش، باتو، كل دول لعيبه تاثر بشكل كبير جدا. حلو الشغل اللي احنا عاملينه، المخرج ماشي معانا كويس قوي ممتاز. تمام. نتكلم على روما كابتن خالد ولا تحب تتكلم على؟ لا نتكلم على روما. نتكلم. انا بقول لك نقطتين يا كابتن خالد بعد 4 مباريات. عنده بويان، توتي، اوزفالدو، مش واجد ضلته حتى الان في فريق روما يعني. طيب انت طالب ايه او الجماهير؟ هدفين بس. اوكي. يعني احنا المطلوب في الوقت النادي روما فرقه جايبه 11 لعيب. اوكي. مغيره رئيس نادي الى مستثمر امريكي. مغيره مدير فني عقليه اسبانيه جايه من برشلونه اللي هو السكند فريق اللي هو السكند فريق وبيلعب بطريقه مختلفه خلاص 4-3-3. انت بتضحك ليه؟ بتضحك ليه؟ لا معاك. بتلعب بطريقه 4-3-3. لا طريقه جديده جدا على فريق روما والتغييرات كتيره. يعني انت دلوقتي ترجع مثلا هتلاقي ستيكلنبرج اتصاب. حتى حراس المرمى دول انتقل لليفربول. مين اللي موجود في الوقت الحالي بالنسبه لفريق برشلونه؟ هتلاقي ليبون او كورشي فقط لا غير. يعني برضه حراس اقل بكتير جدا من ستيكلنبرج. الجبهه اليمنى كاسيتي ما باديش بشكل كبير. سيسينو رجع تاني. في القلبين الدفاع جابوا كير من فولفسبورج. دلوقتي موجود عندهم كمان بورديستو. جوان مصاب. جوزيه انخيل اللي هو المدافع الايسر طرد مباراه ولعب مباراه اخرى. اضطر في واحده من المباريات انه يلعب بيروتا كمدافع ايسر وتادي كمدافع ايمن او مع العكس. 3 لاعبين في نص الملعب، بيانيتش، بيروتا، دي روسي. برضه لاول مره يمكن بيانيتش يلعب معاهم. لعيبه عندهم امكانيات ممتازه جدا ويبقى حديث الكره الاوروبيه في الفتره الجايه. هو منتقل من ليون ما بقالوش اسبوعين، لسه ما انسجمش مع طريقه الكره ولا جاجو متواجد في التشكيله؟ جاجو مصاب. نفس موضوع لاميلا اللاعب اللي هو بتاع الارجنتين. وعندي في خناقه كبيره جدا ما بين الاتحاد الارجنتيني وروما على اصابه لاميلا. 3 لاعبين اماميين، بويان، بورينو اللي جاي من بارما قبل المباراه باسبوع، اوزفالدو، كل دول لعيبه منضمين. الاساسيين مين في فريق روما؟ بتتكلم على توتي، على دي روسي، كاسيتي. يعني بتتكلم على 3 لعيبه كابتن تامر في اكتر من 8 لعيبه. على بال ما يخش في معدل الانسجام في دوري صعب جدا هيبقى الامور صعبه. خد بالك كل اللعيبه اللي انت جايبها دول لعيبه مختلفين. انت عارف الكره الايطاليه اتقال كده يعني وبنقيسها كده. الاسبان بيلعبوا في 80 متر. الانجليز بيلعبوا في 90 متر. معايا؟ تمام. الفرنسيين بيلعبوا في 80 متر. الالمان بيلعبوا في 90 متر. ايطاليا بتلعب في 40 متر فقط لا غير. يعني الملعب قد كده. فانت عشان تتكلم على بويان وعلى اوزفالدو وعلى بيانيتش على لسه فرقه جديده محتاجه برضو مزيد من الوقت مع لويس انريكي. انا بتكلم في 30 ثانيه عشان ما عندناش وقت. طبعا كنت عمال تقول لي الوقت مش هيكفينا. ما البركه في دي بركه. طبعا في نهايه هذا الحوار طبعا او نهايه صدى النهار بشكر كابتن خالد. بشكر كابتن خالد. بشكرك كابتن وبشكر كل الساده المشاهدين. موعدنا ان شاء الله في الاستوديو الخاص بمباراه الزمالك ونادي الجونه يوم الاحد بمشيئه الله. وتابعونا ان شاء الله في الاسبوع القادم في نفس الموعد الخميس والجمعه في توقيت الساعه 9:30 بتوقيت القاهره. لكم منا كل التحيه والى اللقاء.